منتصف الليل. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي بعد منتصف الليل. البرنامج اللي بنفتح فيه أدراج مظلمة، أدراج ما حدش بيقرب منها، واللي بنسمع فيه حكايات لو اتقالت الصبح يمكن نضحك، لكن بعد الساعة 2 الموضوع بيختلف. ومش لوحدي، معانا ومعاكم الدكتور محمود عبد الله، دكتور الفلسفة وعلم النفس والمتخصص في عالم الماورائيات والظواهر الغامضة اللي دايما بنستناه. قبل الاتصالات خلونا نرحب بيه. أهلا وسهلا بيك يا دكتور محمود. أهلا وسهلا بك يا لين، وأهلا بكل مستمعي بعد منتصف الليل اللي دايما مستنيين قصة أو سؤال أو لغز ينقلنا لعالم تاني. دكتور محمود، احنا دايما بنتكلم عن الظواهر اللي الناس بتشوفها ومش بتلاقي لها تفسير، بس النهاردة في سؤال غريب وصلنا قبل الهوا. حد بيسأل ليه ساعات بنسمع خطوات في البيت وإحنا متأكدين إن مفيش حد؟ ومين اللي بيعمل الضوضاء دي؟ دماغنا؟ ولا في حاجات بتشاركنا المكان وإحنا مش واخدين بالنا؟ بص يا لين، في حاجات بنسمعها ودماغنا بيحاول يفسرها طبيعي، لكن في نوع تاني بيكون ترددات أو كيانات بتظهر في لحظات اللي وعينا بيكون فيها أقل حماية بعد منتصف الليل، لما كل حاجة في الدنيا تهدى وتبقى أنت وبس وصوت نفسك. ساعتها أي وجود تاني بيبان. أنا بصراحة مش بحب اللحظة اللي أنت بتتكلم فيها بالنبرة دي، لأن دايما بعدها بيبقى فيه اتصال يخوفنا. بس خلينا نشوف مين أول متصل النهاردة. ألو؟ مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا بنتي، معاكم الحاج سليمان، ومن فضلكم أنا عايز أحكي حكاية عشان اللي حصل لي ما كانش طبيعي. اتفضل يا حاج سليمان، احنا سامعينك، اتكلم براحتك. بص يا بنتي، أنا ساكن في عمارة كبيرة 8 أدوار، وعمري ما خفت من الأسانسيرات. أنا راجل كبير وشفت كتير، بس من كام يوم رجعت متأخر، يمكن كانت 1 بالليل كده، والعمارة كلها ضلمة إلا نور ضعيف كده في المدخل. ركبت الأسانسير وضغطت على دور الثامن، دوري أنا. الباب اتقفل والكابينة طلعت. لحد هنا عادي، لحد ما عدى 7 وعدى 8، وبعدين ظهر قدامي 9، دور 9 في عمارة 8 أدوار. أنا مسكت الحيطة وقلت يمكن الجهاز بايظ، بس الأسانسير وقف في الدور اللي مكتوب عليه 9، والأبواب اتفتحت على ممر طويل ملوش آخر، والنور كان كأنه صرخة ضعيفة عايزة تطفي ومش قادرة. الريحة كانت شبه ريحة حاجة قديمة، قديمة زي هدوم اتحبست في الدولاب سنين. وسمعت جوه الممر نفس، حد بيتنفس تقيل وتعبان. وساعتها حاجة حصلت خلت رجلي تلزق في الأرض. نفس؟ يعني حد كان جوه ولا حضرتك كنت سامع غلط؟ كان في حد، وكنت أتمنى يكون غلط، لأن بعد النفس سمعت خطوات جاية ناحية الأسانسير. رجلي اتجمدت لحد ما شفت حاجة ظهرت من آخر الممر، حاجة شبه بني آدم كامل. الخطوات كانت تقيلة بس بطيئة، زي حد جرى رجليه على الأرض. والنور في الممر كان بينور ويطفي، كل مرة الخطوة تقرب النور يضعف أكتر. أنا كنت واقف في الكابينة ومش قادر أمد إيدي وأقفل الباب، كأني مش أنا اللي ماسك جسمي، لحد ما الحاجة دي قربت كفاية إني أقدر أشوف ملامحها. كانت ست، بس وشها كان ملفوف بشاش طبي قديم،
ناشف ومبقع، وكأن حد لفه من سنين. وإيديها كانت طويلة، أطول من الطبيعي، وعاملين زاوية غلط، زي مفاصل مش راكبة على بعضها. والست كانت ماشية وراسها ميلة قوي، لدرجة إنها شبه بتسند خدها على كتفها. وبصت لي رغم إن الشاش مغطي وشها، بس حسيت بنظرتها بتخترقني. يا ساتر يا رب، حضرتك ما وقفتش الأسانسير؟ ما حاولتش تهرب ولا حتى تضغط أي زرار؟ أنا حاولت، بس زرار ما جاش في إيدي. حسيت كأن الأسانسير رافض يحميني، والست وقفت عند باب الأسانسير بالظبط قدامي، وبعدين مدت إيد من الإيدين الطويلة دي ولمست باب الكابينة لمسة خفيفة، والنور اتقطع. ظلمة سودة ما فيهاش ولا نفس. وسمعت صوت همس قريب من ودني، قريب لدرجة حسيت نفس بارد بيخبط على رقبتي. وصوتها قال: ده دورك، ما ترجعش، ما ترجعش لتحت تاني. يعني كانت مستنياك؟ كملي حق، لأن الكلام ده مش غريب بالنسبة لبعض الظواهر اللي بنسمع عنها، بس عايزين نعرف إيه اللي حصل بعد الهمس. بعد ما قالت الكلمتين دول، النور رجع فجأة، بس مش النور الأصلي بتاع الأسانسير. نور أحمر ضعيف، كأنه جاي من لمبة قديمة مكسرة. وبصيت، ما لقيتش الست، بس لقيت علامة بإيد كلها دم على الحيطة الجانبية جوه الأسانسير، كأن حد كان واقف جنبي وحط إيده وساب أثر. والأسانسير نزل لوحده من غير ما أدوس على أي حاجة. نزل ونزل لحد الدور الأرضي، وبعدين الباب فتح وأنا مش قادر أتنفس. وبصيت على الأرقام، لقيته اشتغل طبيعي: 1 2 3 لحد 8، مفيش 9. بس من ساعتها كل يوم بعد نص الليل لما أفتح باب الشقة أسمع نفس الخطوات، نفس النفس ورايا، جاية من ناحية الأسانسير حتى لو ما وقفتش عنده. حضرتك إيه اللي حضرتك شايف إنه حصل؟ ده مش واحد بيتهيأله، ده أكتر من كده بكتير. حق سليمان، الظاهرة اللي حصلت لك اسمها دور الشبح، وده بيظهر في الأماكن معينة وبيفتح لناس معينة، مش لأي حد. لكن قبل ما أشرح، عايز أعرف، هل رجعت استخدمت الأسانسير بعدها ولا بقيت تطلع على رجلك؟ أنا حاولت أتجاهل، وقلت يمكن توتر، كبر سن، أفكار. بس من 3 أيام حصلت الكارثة اللي خلتني أكلمكم. وأنا طالع بالليل الأسانسير فتح لوحده من غير ما أطلبه. بدأ يعد: 1 2 3 لحد 8، وبعدين 9 ظهر تاني، والباب ما قفلش، كأنه مستنيني أدخل. طيب بحق سليمان، احنا دلوقتي فهمنا ان الظاهرة اتكررت عليك، لكن السؤال المهم، ايه اللي حصل يوم ما الاسانسير فتح لوحده؟ هل دخلت ولا رجعت؟ لو كان عليا ما كنتش هدخل، بس اللي حصل إن رجلي ما قدرتش تتحرك، ولا لقدام ولا لورا، زي ما تكون مسكوها. وباب الأسانسير فضل مفتوح مستني، والنور اللي جواه كان مختلف، مش نور العمارة ولا نور الطوارئ، نور أصفر باهت. وسمعت الهمس تاني، لكن المرة دي مش جاي من جوه الأسانسير، لأ، كان ورايا، ورا ظهري بالحرف. وصوت ست كأنها واقفة على كتفي وقالت: ارجع، الدور مستنيك، ما تكسرش العادة.
أنا اتجمدت، وبعدين حسيت إيدي بتترفع لوحدها وتتحط على الباب، وبعدين أدخل من غير ما عقلي يوافق ولا حتى يفكر. حضرتك دخلت؟ دخلت فعلا؟ طب إيه اللي كان جوه؟ أول ما دخلت الباب قفل، لكن ما قفلش كده وخلاص، قفل ببطء، بطء يخوف، زي باب زنزانة. وبعدين الأسانسير بدأ يطلع بهدوء، من غير صوت ولا حتى الاهتزاز الخفيف بتاع أي أسانسير، لحد ما الرقم ظهر قدامي 9. بس مش مكتوب بطريقة إلكترونية، لأ، مكتوب بخط إيد على أزاج الشاشة، زي حد خد دبوس وكتب الرقم ونقشه. وبعدين الباب اتفتح. وطلعت؟ مشيت جوا الدور ولا وقفت مكانك؟ طلعت، بس مش بإرادتي، رجلي كانت بتتحرك لوحدها، زي ما كنت في حلم والكابوس هو اللي ماسكك. الدور التاسع كان مختلف عن اللي شفته أول مرة. المرة دي كان مليان أبواب، أبواب كتير على الجانبين، بس ولا باب منهم ليه رقم ولا مقبض ولا بيبان إنه بيتفتح أصلا. كأنها رسومات أبواب، مش أبواب حقيقية. والممر كان طويل، طويل قوي، لدرجة إني حسيت إني لو جريت مش هوصل آخره. والأغرب إن ورا كل باب كنت أسمع صوت، زي بكاء، زي حد بيتأوه، زي ناس محتجزة سنين، وكل صوت في باب مختلف. أنا قلبي كان هيوقف. وبعدين لقيت باب واحد مفتوح، شقة صغيرة، باب ضيق ومكسور، والنور اللي جاي من جواه كان نفس النور الأصفر الميت اللي جوه الأسانسير. وبمجرد ما بصيت حسيت بحد واقف جنبي من الشمال، قريب، قريب قوي. وصوت ست قالت: ادخل، انت جاي عشاننا؟ يا ساتر، يا ساتر يا رب. هو حضرتك دخلت الباب ده ولا جريت؟ أنا ما قدرتش أجري ولا حتى أمشي. الكلام طلع من الحجرة المفتوحة، كأنها بتسحبني. ولما قربت أكتر شفت أول صورة واضحة للي جوه. كانت غرفة عادية، بس كل الحيطة كانت متغطية بصور ناس، صور متعلقة بمسامير مصدية، وصور مرمية على الأرض، صور قديمة واضحة إنها متصورة من سنين طويلة. قربت من صورة كانت باينة وكنت هصرخ، لأن الصورة كانت صورتي أنا، نفس اللبس، نفس الوش، بس أصغر ب10 سنين. ومكتوب تحت الصورة بخط مش مفهوم: ضيف الدور الذي لم يكتمل. الصورة اللي شفتها صورتي وأنا أصغر، خلت جسمي يتشل. مش بس لأني مش فاكر اتصورت بالشكل ده، لأ، لأني لما قربت أمد إيدي على الصورة اتحركت. اتحركت يا دكتور. الوش اللي فيها وشي، لف دماغه وبص ناحيتي. نفس الصورة، نفس الملامح، نفس العين، بس بتتحرك لوحدها. والعين رمشت، وسمعت صوتها، صوت الست اللي ورايا، بس المرة دي كانت قريبة، قريبة قوي، لدرجة إني حسيت شعرها بيخبط في ظهري. وقالت: هو ده اللي مستنيينه، الضيف اللي ما دخلش، الضيف اللي اتأخر سنين. أنا حاولت ألف، أجري، أصرخ، ولا حاجة نفعت. رجلي اتثبتت، والصورة اللي على الحيطة بدأت تفتح بقها. أيوة، الصورة نفسها. ومجرد ما فتحت بقها اتسمع صوت، صوتي أنا، نفسي وضحكتي.
ضحكتي اللي عمري ما ضحكتها، ضحكة مخيفة مكسورة، كأن حد بيضحك وبيموت في نفس اللحظة. حضرتك حاولت تخرج؟ حاولت تهرب؟ ولا إيه اللي حصل؟ حاولت، بس أول ما خطيت خطوة لورا سمعت طق، زي حاجة اتكسرت، وبصيت على رجلي لقيت أثر صوابع كلها دم مطبوع على السلم الداخلي للغرفة، كأن حد مسكني من رجلة بإيد باردة وسحبني لجوه. وبمجرد ما رجعت خطوة لقدام الباب اتقفل لوحده من غير ما يلمسه حد، وأنا جوه. أنا شفت حاجة ما كانتش من البشر. في آخر الغرفة كان فيه كرسي هزاز قديم، وفيه ست قاعدة عليه، ظهرها ليا وشعرها طويل وكله عقد. الكرسي كان بيتهز لوحده، وبعدين الهز وقف والست وقفت ببطء زي واحد جسمه ناشف من السنين، ولفت، بس مش بوشها، لفت جسمها الأول وراسها. فضلت متأخرة ثانيتين، وبعدين الرقبة لفت لفة كاملة لورا، وراسها بقت قدامي وفي وشي. وشها ما كانش فيه ملامح، ما كانش فيه عين ولا بق ولا مناخير، كان سطح أبيض زي ورق مفرود. وبعدين السطح ده ابتدى يطلع منه ملامح بتتشكل وبتتغير وبتتقلب، وش طفل، وش راجل، وش ست، وش ميت، وشي أنا، وشي في آخر لحظة قبل ما أموت. كلهم في وش واحد بيتنقلوا زي موج البحر، وفجأة الوش وقف على وش واحد، وش الست اللي شفتها أول مرة في الممر، وبصت لي من غير عين، لكن حسيت بنظرتها. ورفعت إيدها الطويلة، إيد متفككة، أصابعها محروقة، وقالت بصوت واحد مبحوح، صوت ستات كتير متجمعين في صوت واحد: أخيرا جيت، تعالى كمل مكانك. وقتها عملت إيه؟ حضرتك إزاي خرجت؟ إزاي رجعت؟ ما خرجتش، هي اللي خرجتني، لأن فجأة الصور اللي على الحيطان وقعت، كله وقع زي ما يكون حد شدهم مرة واحدة. وبعدين النور طفى، ولما فتحت عيني لقيت نفسي راجع في الأسانسير لوحدي، والباب بيفتح في الدور الأرضي، وحارس العمارة واقف قدامي بيقول: انت كنت فين؟ الأسانسير واقف من بدري بايظ. ازاي بايظ وانت لسه خارج منه؟ أنا معرفش، بس من يومها كل يوم على الساعة الواحدة بالظبط حد بيخبط على باب شقتي. لو فتحت مفيش حد، بس ريحة الشاش القديم بتفضل في الممر. وليلة امبارح لقيت ورقة صغيرة تحت الباب، فتحتها لقيت كلمة واحدة: لسه ما كملتش مكانك. حاج سليمان، لو كلمة مكانك اتكررت تاني، لو ريحة الشاشة رجعت أقوى، لو الأسانسير اشتغل لوحده، اوعى مهما حصل تدخل الدور 9 تاني، لأن المرة الجاية مش هترجع. بس يا دكتور، هو لسه بيخبط دلوقتي حالا، سامعين؟ يا دكتور، الشاش ظهر على باب شقتي. الحاج سليمان، إحنا سامعينك. أنت شايف إيه؟ لين يا بنتي، أنا شايفه، هو ورايا دلوقتي، مش قادر أتحرك، رجلي اتقفلت والأسانسير بيشتغل لوحده. ركز يا عم سليمان، اوعى تتحرك كتير، خلي عينك على الباب. الضوء اتقطع فجأة، وبصيت ورايا
وش الست اللي في الممر ظهرت جوه الشقة، مش واقفة على الأرض، معلقة في الهوا، رجليها مش باينين والوش مش فيه ملامح، بس حسيت بنظرة بتخترق قلبي. أيوة، بتلمسني بإيديها الباردة، وأنا مش قادر أتحرك، بس بحس كل حاجة حوالي بتتشوه. لين، الدكتور، أنا شايف الرقم 9 على كل الحيطان. الهمس بيقول لي دي مكانك، تعال مكانك. لا لا لا. حق سليمان، الخط اتقطع. يلا الله يرحمه، خد الشر وراح. بس أنا حاسة إن الدور 9 لسه مستني. أعزائي المستمعين، تذكروا الدور 9 موجود، والمجهول دايما مستني. أحيانا مجرد النظر للرقم كفاية علشان يزورك. ابقوا حذرين وافتكروا بعض الأبواب مش كل واحد يقدر يفتحها. وإحنا من بعد منتصف الليل بنقول لكم لو سمعتوا خطوات أو شفتوا رقم 9 ما تحاولوش ترجعوا، وخليكم في أمان لو قدرتوا. انتهت حلقتنا النهاردة، نشوفكم على خير في حلقة جديدة، وتصبحوا على خير وأحلاما سعيدة. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.